يختلف البعض في تعريف نفسه. قد تكتب عنا الصحف الإسرائيلية أننا بدو، وقد تكتب عنا أننا إسرائيليين، قد تكتب عنا أننا عرب، وقد يكتب عنا البعض أننا فلسطينيين، لكننا قبل هذا وذاك كله أولا مسلمين، ثم عرب فلسطينيون نعيش على أرض آبائنا وأجدادنا في هذا الوطن الذي لا وطن لنا سواه. ولذلك يا إخوة، ونحن في هذا العام الذي ينتهي في هذا اليوم، عام مبارك قضى من عمر الأمة، فيه تجدد الأمة عهدها مع تاريخها، وعهدها مع حضارتها، وعهدها مع دينها. ينبغي لنا أن نعتز جميعا بالانتماء إلى هذه الأمة، إلى هذا الوطن، إلى هذه الديار المقدسة، إلى هذا المسجد وأكنافه. فنحن من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، والعالم كله الآن يتحرك من أجل هذا البيت المقدس. سيدنا صلاح الدين الأيوبي تحرك وجاب منطقة الشرق بأكملها من العراق إلى الشام إلى مصر حتى يتحرر المسجد الأقصى المبارك. والآن خرج الملايين في أنحاء العالم في ثورات وأسقطوا فيها الأنظمة من أجل أن يتحرر هذا المسجد الأقصى المبارك بإذن الله تعالى في يوم من الأيام. وهي الشعوب العربية لما أتيحت لها الفرصة لكي تنتخب بحرية، ماذا انتخبوا؟ انتخبوا الإسلام، وانتخبوا دعاة الإسلام، وانتخبوا الإسلاميين. هذا دليل على أنكم أيها الشباب، يا شباب المساجد ويا طلاب العلم، حينما تجمعوا بين العلم والدين تكونون على الصراط المستقيم بإذن الله. هذا الصراط وهذا الطريق الذي بالتأكيد ليس أفضل منه طريق على وجه الأرض، وليس أصلح منه طريق لنا نحن الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني في هذه البلاد. إحنا إذا كان يصلح العالم شيء آخر، نحن لا يصلحنا إلا الإسلام. وإذا جمعنا بين الإسلام والعلم معا نكون إن شاء الله تعالى في القمة بإذن الله رب العالمين. ولذلك عندما يقوم بخدمتكم ويقوم على الإشراف على جولتكم هذه ومرافقتكم إخوانكم من مؤسسة القلم الأكاديمية، وكل إنسان منهم الحمد لله قد خط طريقه قبلكم، ويعني تقدم وتسلق في سلم العلم حتى بلغ موقعا مرموقا ومكانة طيبة في المجتمع. لكم في هؤلاء الإخوة أسوة حسنة وقدوة صالحة، أخوكم إسلام وأخوكم محمد وإحسان وأخوكم نواف والأخ أسامة عباس والآخرين الذين رافقوكم. نعم، جمعوا بين العلم والإيمان. فماذا أوصلهم العلم والإيمان؟ أوصلهم إلى مرتبة محترمة في عيون المجتمع، وإلى أن يكونوا يستحقوا ثقة المجتمع فيهم. ولذلك فإننا خير من نأتمن على مستقبل أجيالنا القادمة، على مستقبل شعبنا الفلسطيني، هم ذو العلم والإيمان. هذا هو الطريق. يعني أنا بدي أسألكم سؤال باللغة البسيطة. لو جاءوك اثنين في أي مجال من المجالات بدهم ينصحوك، أو بدهم يبيعوا عليك شيء، تجار بدهم يبيعوا عليك شيء، أو اثنين بدهم يجاوروك، واحد منهم يستأجروا منك دار جنبك ويكونوا جيرانك، هل تختار صاحب الدين والعلم أم تختار الذي لا دين له ولا علم؟ مين تختاره؟ يكون جارك ولا يكون نسيبك ولا يكون صديقك ولا يكون الذي تتعامل معه وتبيع له وتشتري؟ طبعا تختار صاحب الدين وتختار صاحب الخلق، وإذا كان مع الدين والخلق علم أيضا يكتمل هذا الخير بإذن الله رب العالمين. ولذلك يا إخوان، هذه الطريق التي بعضكم بدأها
وبعضكم على نية أن يبدأها إن شاء الله رب العالمين بطريق العلم الأكاديمي والعلم الجامعي، وتجمع معه المشاركة في الفعاليات الإسلامية والمشاركة في الفعاليات الدينية والالتزام الديني الصادق، الالتزام الحقيقي بالأخلاق الإسلامية، بالصلاة على وقتها، بالآداب الإسلامية، باحترام كبار السن وأهل الدين وما إلى ذلك. هذه العلاقات، هذه الاجتماعيات، هذه الأخلاقيات هي التي ترسم إن شاء الله رب العالمين طريقكم الطيب والصالح والمنير إن شاء الله رب العالمين، لتكونوا قادة المجتمع في المستقبل بإذن الله تعالى، أنتم وأمثالكم من الخيرين. نحن نريد أن يكون الشريحة العظمى والواسعة من مجتمعنا هم شريحة الشباب المتعلم المتدين، هؤلاء الذين يصلحون المجتمع، هؤلاء الذين ينتصرون الآن في ميدان التحرير، وهم الذين يحققون الآن صناعة متجددة للتاريخ، هؤلاء الذين غيروا وجه التاريخ في ليبيا وفي تونس وفي مصر، وهؤلاء الذين يخرجون الآن للشوارع في سوريا، وهؤلاء الذين قادوا الانتفاضة السابقة الفلسطينية، هؤلاء الذين يغيرون وجه التاريخ إلى الأصلح إن شاء الله، أهل دين وإيمان وأهل علم وعمل إن شاء الله تعالى، واستعداد لخدمة المجتمع، استعداد لبذل أوقاتهم وبذل أموالهم وبذل ما يمتلكون إن شاء الله تعالى خدمة لهذا الدين ولهذا الوطن وهذا المجتمع. فكونوا أعزاء بانتمائكم للإسلام، وأعزاء بانتمائكم إلى مؤسسة القلم الأكاديمية التي تخدم الأكاديميين والمتعلمين والجامعيين في هذه البلاد، وكونوا أعزاء بانتمائكم لهذا الوطن ولهذه الأرض المقدسة التي تستحق منا كل غالي وكل نفيس نقدمه من أجل عزة هذا الشعب وعزة هذه الأمة ومستقبلها إن شاء الله تعالى. أنا أبارك للإخوة القائمين على هذا النشاط وهذه الفعالية، ولنا فرصة سعيدة وشرف عظيم أن نكون معكم وفي صحبتكم في هذا اليوم. وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه، وندعو الله عز وجل لكم مستقبلا زاهرا على مستوى العلم والثقافة والجامعات والتخصصات، وكذلك على مستوى الوعي الديني وإن شاء الله خدمة المجتمع. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.